وجع الجنب اللي بيحصل أثناء الجري سببه إيه؟ بص يا سيدي، كتير مننا بقى بيجري سواء في الجيم كنوع من أنواع الكارديو، أو بيجري كرياضة مستقلة، أو اللي بيجري من الكلاب. المشكلة إننا لما بنجري بنحس بألم في جنبنا أو في بطننا. ليه بقى ده بيحصل؟ أقول لك أنا. أول سبب إنك ما تكونش منظم نفسك وإنت بتجري، فكمية الأكسجين اللي رايحة للعضلات بيكون أقل من اللي العضلات محتاجاها. وهنا بقى تيجي عضلة الحجاب الحاجز، واللي لما الأكسجين هيكون قليل ليها هيحصل فيها شد عضلي وهتحس بألم الجنب ده. تاني سبب هو إن أثناء الجري وإنت عمال تشيل رجلك وتحطها، والحركات دي أعضاء جسمك الداخلية بتتحرك، وإن كانت أعضاء جسمك ما فيهاش إحساس بس حواليها أغشية فيها إحساس وفيها أعصاب. مع الحركة دي بيحصل استرتش على الأعصاب فيسبب الألم اللي بتحس بيه. تالت حاجة إنك ما تكونش بتهتم بتمارين الكور، لأن لما يكون الكور عندك كويس فبالتالي بيقلل من حركة أعضاء جسمك الداخلية. رابع حاجة إنك تكون بتجري على طول من غير ما تسخن وبتدخل على طول على سرعات عالية. خامس حاجة إنك بتكون بتجري على معدة مليانة أو تكون شارب سوائل فيها سكريات كتير. سادس حاجة ودي مهمة جدا هي نقص الأكسجين الناتج عن قلة شرب المية، لأن قلة شرب المية هينتج عنها شعور بالجفاف. بس يا سيدي،